السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. رمضان عدى علينا الحمد لله بخير، يا رب يكون كان رمضان سعيد على الناس كلها. هو بالنسبة لي كان الحمد لله رب العالمين، يعني كان من ضمن رمضانات المميزة بالنسبة لي. يعني هو مش أحلى رمضان عدى عليا، بس بصراحة يعني حلو الحمد لله رب العالمين. اللي أحلى قوي كان السنة اللي فاتت بصراحة، بس الحمد لله رب العالمين كان رمضان حلو. أتمنى يكون عندكم انتوا كمان كان رمضان حلو. واهم حاجه يعني من ان هو يكون رمضان حلو الا ولا الايه بالنسبه لنا، يعني ان يكون ربنا تقبل منا، يعني يكون ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعائنا وصلاتنا وزكاتنا يا رب، واعمالنا الصالحه ربنا تقبل منا، امين يا رب العالمين. ويا رب نكون صمنا رمضان فعلا ايمانا واحتسابا، لان رمضان يعني ايه، عارفين زي ما احنا بنقول اللي ذاكر ذاكر، اللي ذاكر ذاكر. رمضان عدى خلاص الحمد لله رب العالمين، فاحنا مش ضامنين رمضان اللي جاي هنكون موجودين من اهل الدنيا ولا الله يرحمنا يعني. فرمضان خلاص عدى واحنا احياء، يعني اللي عمل بقى عمل يعني، او اللي فاز فاز قصدي يعني. الله اعلم رمضان الجاي هنكون فين ومن اهل الدنيا ولا لا. فرمضان ده يعني الحمد لله رب العالمين الواحد مسك فيه كده بايديه واسنانه، عشان ما صدق ان هو رمضان جه عليه وهو حي يعني. فيا رب نكون من الفايزين من برمضان ان شاء الله باذن الله. ما كنتش بعمل لايف الايام اللي فاتت ولا حد فيديوهات، نفسيتي ما كانتش مستريحه بصراحه، وكنت فكرت للحظه كده اني اصرف نظر عن القناه، بس يعني ممكن ارجع تاني. آم، مش عايزه اتكلم في اي حاجه خلاص. عايزه انسى اي حاجه حصلت مش مريحاني او مش مريحه اي حد تاني او مضايقه اي حد. مش عايزه اتكلم في حاجه، بس خلاص انا دلوقتي النهارده اول يوم العيد، عايزه انسى حتى القناه، مش عايزه افتكر اي حاجه. انا النهارده عملت الفيديو، بس بعمل فيديو كده عبال ما اولادي بس يخشوا يلبسوا لان احنا نازلين، فبتسلى يعني. ف المهم يعني كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم، اجازه سعيده ان شاء الله، ويا رب يكون ربنا يتقبل منا بس الدعاء اللي احنا دعيناه في رمضان، يعني ان شاء الله باذن الله. ربنا يهدينا جميعا. انا مبسوطه جدا والله العظيم. كان رمضان اللي فات اللايف اللي انا كنت بعمله، مش عارفه، كان بالنسبه لي من احب اوقات كنت بعمل فيها لايف في رمضان بالتحديد. يعني انا قبل رمضان كنت بشتغل برضه، مش عارفه عندي تلعثم في الكلام ليه. قبل رمضان كنت برضو بشتغل لايف، بس بتاع رمضان كان ليه حاجة تانية بالنسبة لي، حبيته أكتر، مش عارفة يعني. حسيت إن الوضع بالنسبة لي كان حلو يعني، كان مريح، وكان المواضيع كتيرة بصراحة، والدنيا كانت ماشية زي الفل. يعني ما علينا. بص أنا لسه ما شلتش زينة رمضان، شايفينها. اني مش عايزه اشيلها، ببقى متاثره قوي في اخر يوم رمضان، ببقى متضايقه جدا ان رمضان هيخلص. انا يعني الواحد لو في ايده يخلي رمضان طول السنه بصراحه، في روح كده غريبه، في احساس غريب سبحان الله، انت بتحس ان انت مبسوط قوي وانت عايش رمضان. بيبقى ليه حاجه حلوه كده. والله العظيم كان نفسي اصور لكم الشوارع كده في رمضان عندنا بتبقى عامله ازاي، بس يعني ما كانش الموبايل بتاعي كان بايظ يعني، وما زال يعني بايظ، بس كان نفسي اوريكم رمضان عندي كان عامل ازاي. كان حلو قوي قوي بصراحه والله العظيم. الشوارع، الناس، الجوامع، يا لا حتى المول كان شكله حلو قوي. حاسه كل ده سبحان الله، يعني احنا اول يوم العيد اهو كل ده اتطفى. يعني الانوار بتاعت رمضان اللي كانت على المسجد وكانت على المول وكانت على الشوارع كانت حلوة قوي، مريحة كده، انت تنبهر كده من انك بس تشوفها، او تمشي جنب الحاجة كده تبقى مبسوط. كل ده انطفى للأسف في أول يوم العيد. يعني سبحان الله ان رمضان فرحته أكبر من العيد. رمضان، او انا بالنسبة لي على فكرة، رمضان فرحته أكبر من العيد. لما بيجي أول يوم رمضان بيبقى عندي فرحة غير عادية، يعني غير أول يوم العيد. أول يوم العيد ما بقاش فرحانة يعني، ببقى عادي، ببقى عادي، او ببقى مبسوطه، بس مش بالظبط زي اول يوم رمضان. يعني الحمد لله يمكن فرحتنا برمضان عشان بيبقى بيجي من السنه للسنه، فعشان كده بنشتاق له قوي. فالاشتياق ده هو اللي بيعمل الفرحه. لكن العيد بيجي عيد فطر وبعديها عيد اضحى، فيعني يمكن عشان في 2 عيد في السنه، فبيبقى بالنسبه لي انا فرحانه، بس مش بدرجه رمضان. رمضان بالنسبه لي هو اكبر فرحه ممكن تعدي عليا يعني في الشهور بتاعت السنه. سامعين صوت الهوا؟ استنوا كده. النهارده الهوا شديد جدا، معرفش ليه. النهارده اول يوم العيد والناس كلها شاريه هدوم صيفي، و
انا مش بتكلم على ده اصلا حاجات، انا مش اشتريتش لبس. شاريين لبس صيفي، وللاسف مش عارفه يلبسوه ازاي في الهوا ده، احنا خارجين وربنا بقى الله المستعان يعني. كنت اتمنى اني اعمل لايف النهارده، كنت حابه قوي اعمل لايف اول يوم العيد على الخروجه اللي انا خارجاها ديت. بس خلاص يعني ما حصلش نصيب، وكل شيء نصيب. الحمد لله رب العالمين. انا مش متضايقه على فكره من اي حاجه، بالعكس انا مبسوطه جدا. آه، حاسه ان يعني عادي، لازم حاجات تمر على الواحد كده يعني ايه، تشوشر على تفكيره، تخليه يخش في مود مش حلو. ده العادي يعني، ما ينفعش تبقى مبسوط على طول وتبقى كل حاجه سهله وسلسه كده بالنسبه لك. لازم يخش يعني ايه عقاره كده تضايقك، حاجه موضوع يضايقك، حاجه تخليك تشغل فكرك كده اكتر ما هو مشغول يعني. الحمد لله رب العالمين، انا مبسوطه جدا والله العظيم. بس كنت اتمنى ان اليوم ده كنت اعمل فيه لايف بصراحه، كنت اتمنى قوي قوي ان اول يوم العيد ده كنت احب اعمل فيه لايف. مش مهم ما حصلش نصيب، ده عشان ربنا اللي ريت كده، مش اي حاجه تانية يعني. ان شاء الله باذن الله. آه يعني عندي احساس ان انا هبدا لايف تاني، بس ممكن مش من بكره، مش يعني هستنى يومين اعيد تفكيري بس فيهم. فحابه يعني لو حابين تخشوا اللايف معايا، يبقى التعليقات على الموضوع، والتعليقات ليا انا بس. واهلا باي حد يخش اللايف، ما عنديش مشكله. مش عايزه اعرف على فكره اي حاجه عن اي موضوع. الحمد لله رب العالمين، انا مبسوطه كده. وكل الناس اللي معايا انا ما زلت بحبهم، ومش عارفه اغير رايي فيهم خالص، لا. لسه بحبهم وعندي ثقه كمان فيهم، الناس اللي بيخشوا معايا اللايف يعني. ف عايزه يعني اللايف الاخراني ده ننساه خالص، واكنه ما حصلش خالص. يعني ايه رايكم لو الافضل اللي انا بقوله يعني، ممكن ننسى اللايف خالص وما نفتكرهوش واكنه ما حصلش. ولو عملنا لايف تاني يعني ايه، اكن الوقت ده يتمحي من ذاكرتنا. انا عن نفسي هعمل كده، هبدا لايف. اذا بدات هبدا لايف جديد، ما عنديش مشكله، وهنسى اي حاجه حصلت في اخر اللايف، همحيه من ذاكرتي خالص صراحه يعني. بس آه، اي حد يخش على عيني وعلى راسي، واي حد حابب ينسحب من القناه براحته جدا، ما عنديش اي مشكله. كل واحد حسب راحته، حسب ارتياحه، وحسب حاسس ايه في وجوده في المكان ده. ما حدش يغصب على حد انه يبقى موجود او انه يمشي. كل واحد حسب ما هو عايز، حسب ما هو مستريح. اي حد موجود او حابب يمشي يعني، ما عنديش اي مشكله، مش هتضايق ابدا ابدا من حد. كل واحد ليه معزه في قلبي لسه موجوده زي ما هي، لسه موجودة، سواء فضل أو مشي لسه المعزة موجودة. الحمد لله رب العالمين. ما بعرفش أنسى لحد حاجة حلوة، ما بعرفش أنساها. فهم كانوا حاجة حلوة بالنسبة لي بصراحة. مش هطول عليكم أكتر من كده. الفيديو مدته ما بحبش أتكلم فيها كتير، أو ببقى حاسة إن أنا تقيلة في الفيديو. لكن اللايف بصراحة الساعة بتعدي وبحسش بيها، سبحان الله. عشان كده حبيت اللايف أكتر من الفيديوهات، لأن تعليقاتكم هي اللي كانت بتخليني تخلي الفيديو يستمر بصراحة. عشان كده بفكر ان انا اعمل لايف تاني، ارجع يعني اعمل لايف تاني. بس الكلام ده هيبقى يومين كده، عبل ما بس استعيد تفكيري واخرج من حالتي. انا يمكن النهاردة خروجتي دي تخرجني شوية من حاجات صعبة كتير عدت عليا الايام اللي فاتت. على فكرة مش القناة بس، في حاجات كتيرة حصلت في حياتي انا ما بتكلمش عنها، وما بحبش اصلا يعني اتكلم عن حياتي. بس حاجات كتير حصلت ضايقتني الايام اللي فاتت ديت جدا. بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يعني الواحد بيتخطى يعني. بس مش عايزه افتكر اي حاجه ضايقتني، اي حاجه ايا كانت، عن حياتي الشخصيه، عن اي حاجه، حتى مذاكره اولادي ما عنديش مشكله. مش عايزه افتكر اي حاجه وحشه، بحب انسى او بتناسى. ده التعبير الافضل يعني، بتناسى بس. مبسوطه اني هرجع تاني. مبسوطه مش عارفه ليه والله، بس مبسوطه ان هرجع تاني. وبقول لاي حد هيشوف الفيديو ده، هم اي حد من اللي معايا يعني بيخشوا معايا اللايف، اتمنى ان انتوا تخشوا وتنسوا اي حاجه كانت حاصله و... خلي اللايف يطلع احلى، يعني الايام الجايه تطلع احلى من اللي فاتت. اتمنى يعني، اتمنى. اي حد عايز يكتب اي تعليق، ودي تنبيه وهقوله تاني، لو بدأت فعلا لايف، اي حد عايز يكتب تعليق يكتب في الموضوع اللي انا هتكلم فيه، ويكتبوا لي انا شخصيا، وما نكلمش بعض. الظاهر ان احنا لما بنكلم بعض بنقسى على بعض في الكلام، او
يعني بنخلص خصومات بينا في اللايف تقريبا، مش عارفه والله يعني، خلاص مش عايزه افتكر بجد والله العظيم، مش عايزه افتكر. بس ايه رايكم في النيلوك كده؟ ده حاجه عمري ما طلعت بيها اصلا في القناه، صح؟ مم. اعتقد عمري ما طلعت كده. ما بحبش اطلع كده اصلا، لان ما بحبش اظهر كده، لاني مش عارفه مين اللي بيشاهدني اصلا. مع حق لو والله لو القناه كلها ستات يبقى مفيش مشكله، يبقى افضل يعني. مش افضل لان الرجاله مش كويسه، لا يعني الرجاله على عيننا وعلى راسنا يعني، نصنا التاني يعني. بس يعني على العموم خلاص كده الفيديو ده خلاص، مش عايزه اطول اكتر من كده، حاساه هيبقى تقيل قوي. كل سنه وانتم طيبين، ومبسوطه جدا 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 ان انا كنت معاكم طول رمضان لايف، ودي كانت حاجه مفرحاني جدا. وكل سنه وكل الناس اللي كانوا معايا في اللايف فرد فرد طيبين وكويسين، وان شاء الله يا رب يكونوا بخير دايما وسعداء ومبسوطين، والدنيا عندهم هاديه وزي الفل ومفيش مشكله. وانا لسه بكن لهم كل الاحترام والمعزه والحب، بجد فعلا. ربنا يخليكم ويهديكم ويصلح لكم حالكم، امين يا رب العالمين. ربنا يهدي لكم اولادكم، وربنا يحسن ختامنا جميعا، امين 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 يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.